صاحب اللآلئ الذهبية الموجودة في أقواله وعظاته وكتاباته، كلمات مضيئة لصاحب السيرة العطرة الأنبا كيرلس مطران ميلاني. أجزاء من مقالة سيدنا الأنبا كيرلس يوم 19 مايو: أيتها القيامة اعملي فينا. أيتها القيامة تعالي ادخلي إلى أعماقنا لكي نتعرف عليك، لكي تتحد نفوسنا بك، ولكي تفرح قلوبنا دائما معك. المسكين الذي يعرفك أيتها القيامة يتعزى بك، والمظلوم إذا ارتمى في أحضانك أنت تلبسيه صبرا وتكلليه نصرا على ظالميه. المتألم والمتضايق يصرخ ولا أحد يستجيب، ولكن قبل أن يصرخ لك أيتها القيامة أنت بذراعيك تقيميه وترفعيه بعيدا عن الألم والضيقات. أيتها القيامة، من يستطيع أن يضمد جراحنا؟ أيتها القيامة، من يستطيع أن يملأ قلوبنا بالفرح؟ فطوبى للقلوب التي فتحت أبوابها لك وتمسكت بك وأحبتك وتركتك تزرعين فيها بذور الرجاء والمحبة. أنبا كيرلس فعلا طوبى، مع المسيح بيتكلم وعايش معاه. يسوع حية يطف ملاك، اشفع لنا لحد ما نوصل سماء، اشفع لنا لحد ما نوصل سماء. أنا واقف على الباب أقرع. ماذا تريد أيها الأمين على هيكلك وأنت لا تريد أن يتحول بيتك المقدس إلى مغارة لصوص؟ ماذا تريد من طرقاتك على باب القلب؟ نعم يا قدوس، تريد أن تدخل لتقدس القلب وتجعله مذبحا لك داخل الجسد الذي هو هيكلا لك. أنبا كيرلس فعلا طوبى، مع المسيح بيتكلم وعايش معاه. يسوع حية يطف ملاك، اشفع لنا لحد ما نوصل سماء، اشفع لنا لحد ما نوصل سماء.